ماذا بيا نخلط الدور النهائي، شو وجودي ونية شنو نحب نربح. العام الأقصى جاد ومحضر جمعية نحب باش نربح. وسهلا بكم على المربع الأخير لكأس تونس بعدما شاهدتم مساء على الفضائية تونس 7 لقاء الملعب الأولمبي بسوسة، ملخص مطول لنصف النهائي الثاني يجمع الترجي بالملعب التونسي، مكان وحيد في نهائي كأس تونس يوم 11 جوان القادم. حوار المدربين السيد فوزي البنزرتي يقود الترجي في عملية البحث عن الكأس العاشرة، بينما سيد أحمد المغيربي 57 سنة في جوان 2003. هذا الموسم خذا قطار الملعب التونسي وهو يسير. إشارة انطلاق مباراة ملعب زويت اليزن، أول امتلاك كرة للترجي الرياضي. يخسر كورته أمواد ياكي ومقطوعة من الملعب التونسي. أتقدم إلى الأمام في هذه اللحظات الأولى، وجورجاك تيزيه القيمة ثابتة في الترجي في الأسابيع الأخيرة نحو رافي جعايدي، كان متغيب باعتبار جمعه ل3 انذارات. متوسط الدفاع الدولي يعود في صفوف الترجي صحبة وليد عزيز. على اليسار شاهدتم زياد البحيري، بينما في الرواق الايمن كالعاده طارق ثابت قائد الفريق يعوض محمد الكيزاني في الايام الاخيره. طارق ثابت في التنفيذ، ثم جوهر المناري من جديد قائد الترجي نحو جوهر المناري. طيب العمليه طارق ثابت، التسويب واول فرصه جديه للتهديف لفريق الترجي الرياضي التونسي كالعاده. مندفع الى الامام، طارق ثابت على الصوره من جديد. مصطفى صار نحو عبدون الداي، يرجع مراد المالكي في التخته. مراد المالكي امام عبدون الداي، والمخالفه لفئات الملعب التونسي على الصوره. مراد المالكي في الدفاع امام لاعب عبدون الداي. التنفيذ تمر جورجاك تيزيه، والهدف الاول للملعب التونسي. الهدف الاول للملعب التونسي كانت مباغته. بعد فرصه طارق ثابت الملعب التونسي يجرب حظه، وفي اول فرصه ياتي الهدف. الاعاده التصويب تلمس في عبد الداي، ثم هدف الملعب التونسي بعد مرور 11 دقيقه لعب. عوده الدريدي والورتاني صحبه مصطفى صار للمسانده عندما الكره تكون في حوزه الترجي. بوسعيدي نحو محمد السنيتي من الجهه اليمنى. محمد السنيتي طيب المراوغه، يعود الى الوراء. التوزيع من انيس البوسعيدي والتماس. مخالفه للترجي على يمين الحارس حسن بجاوي. التوزيع من اسكندر السويح، راسيه انيس البوسعيدي، امواد ياكي طيب المراوغه واللعب المباشر بحثا عن مراد المالكي. مستميت دفاع الملعب التونسي الى حد الان. توزيع من زياد البحيري، وفما حسن بجاوي بسرعه يرجع الكره الى اللعب. تقدم مع عبد الداي، يطالب بلمسد. حقها تتكون من 4 لاعبين بالنسبه للملعب التونسي. السيد برتران رايك، والتنبيه على مصطفى صار. اسكندر سويح في التنفيذ، تعود من الحائط من جديد لاعب الترجي، وسط 2 لاعبين. مخالفه مواليه تقريبا في الدائره الصغرى لخط ال 18 متر، يعني مقارنه بالمخالفه الاخيره اسكندر سويح يربح بعض السنتيمترات تقريبا. حقق الملعب التونسي يتكون من 6 لاعبين.
التنفيذ وجانبية بقليل كاد يكون هدف التعادل بالنسبة للترجي. عبد الله دايم الجديد إلى اليسار، أنيس العياري، البحث عن المساحات الشاغرة بالنسبة للملعب التونسي بذكاء، ثم توغل محمد السليتي واستماتة من وليد عزيز، كانت له المساحة للتقدم أكثر نحو مرمى تيزي لاعب الملعب التونسي، لكن تدخل في توقيت سليم من وليد عزيز. مارسيليا وباريس سان جيرمان، التنفيذ، فرصة هدف ثاني، التصويب، استماتة دفاع الترجي مرفوعة نحو رياض الجلاسي، ثم لسعد الدريدي معاه مراد الميركي، من جديد تدخل طارق ثابت، مراد الميركي يرجع طارق ثابت، ثم جوهر المناني، من جديد زياد البحيري، اسكندر السويح. الدقائق الأخيرة في زمن هذا الشوط الأول، رياض الجلاسي مع حمد المرزوقي، التسديد من علي الزيتوني وتذهب إلى الركنية. تقريبا ثالث فرصة للترجي واستماتة أنيس البوسعيدي. ترجي ينطلق من جهة يسرى موجود فيها بامتياز إلى حد الآن أنيس البوسعيدي، توزيع الزيتوني، رأسية إشعادي وتذهب 6 أمتار. 8 دقائق في الشوط الثاني ومخالفة على يمين الحارس حسن البجاوي كالعادة في التنفيذ الاختصاصي اسكندر السويح. رفع الكرة في القائم الأول، رأسية علي الزيتوني تقريبا في مستوى 5 أمتار أمام جلب المنافس أيضا، بينما طويلة من عبد الله داي ويربح مخالفة مع ورقة صفراء. الورقة الصفراء الثالثة في رصيد الترجي، الصفراء الثالثة في رصيد الرافي الجعيدي. التوزيع رأسية في مستوى 6 أمتار من محمد السليتي، كاد يكون الهدف الثاني للملعب التونسي وأيضا الثاني على المستوى الشخصي لمحمد السليتي. الصور البطيئة ترجع لمتوسط الميدان الدفاعي للملعب التونسي رسالة الورتاني، بطء في التحضير، جون مارك بينيه، رأسية، فرصة تعادل، مراد المالكي والحكم يأذن بالمواصلة. قطع الكرة من جون مارك بينيه نحو مراد المالكي، التوزيع من مراد المالكي، فرصة تعادل، وحسن بجاوي في مستوى الخط النهائي، بينما السيد برتران لايك يشير إلى تسلل. كان ربع ساعة أخيرة شيقة جدا في ملعب الشتي زويدة، بدفع من جماهيره الترجي يريد البقاء في هذا الدور نصف النهائي بعد عملية دياكي، ثم رأسية ثانية تأتي الركنية، صويح في التنفيذ، ثم عبد الله داي في مستوى القائمة الأول، أخف الأضرار بالنسبة لي. التغيير، جهاد زروق يأخذ مكان اللاعب الغامبي مصطفى صار، أمواد دياكي، حسن بجاوي يغادر المرمى، بطء في إبعاد الكرة، سيد فوزي البرزرتي والبحث عن الحلول الأخيرة. ما تبقى في المباراة 8 دقائق تقريبا، بينما استماتة اسكندر السويح ثم الحارس حسن البجاوي بسرعة التنفيذ، بشير الموقع ديال التوزيع، الرأسية وهدف التعادل للترجي الرياضي التونسي. الرافي الجعيدي في الوقت بدل الضائع، الترجي الرياضي التونسي على الخط يعود في نصف نهائي الكأس. تقديمها للمشاهد التونسي أينما كان في متابعته للفضائية السبعة منذ أسابيع. تابع معكم عبد الله نداي، يدخل منطقة الترجي وضربة جزاء.
ضربة جزاء بعد عملية عبدون الداي. ضربة جزاء للملعب التونسي اللي يذكر يلعب نقص مجهودات الأسعد الورتاني بعد ما تم إقصاؤه. أسور بطيئة. عميد الترجي قائد الفريق طارق ثابت أمام عبدون الداي. السيد برتران لايك الفرنسي يأذن بنقطة 11 متر، يأذن بضربة الجزاء. التشويق والحماس سيد الموقف في نصف نهائي كأس يتواصل بعد 100 دقيقة تقريبا. إلى حد الآن نقترب من الدقيقة 110 باعتبار مجموع المباراة. أذكر بقوانين الكأس، الفريق اللي يسجل في الوقت الإضافي يترشح. أنيس العياري أمام جون جاك تيزييه. التنفيذ والملعب التونسي في نهائي كأس تونس 2003 بعد نجاح أنيس العياري في مغالطة جون جاك تيزييه. الملعب التونسي كما أشرت يعود إلى النهائي بعد 11 عام. الترجي قدم كل ما عنده في المباراة، قدم شوط ثاني متميز. الملعب التونسي آمن بحظوظه وكان له ما أراد على غرار محاولة أنيس العياري. الترجي سيكتفي بالبطولة السادسة على التوالي، والملعب التونسي سيفكر فيما هو قادم، والقادم سيكون نهائي شيق سيجمع بالإفريقي حسب الأخبار القادمة من ملعب سوسة على غرار نهائي 92 بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. وزير كيفاش كان ترشح اليوم؟ الحمد لله يا ربي، ربي وفقنا. راكم شفتوا الطرح، هو طرحنا من الاول، احنا ضيعنا برشا فرص وكانت النتيجه احنا اللي بدرنا بالتسجيل والحمد لله يا ربي. ونحب نهدي الانتصار للجمهور وضارح العزيز اللي جاء ويشجع فينا. الملاعبيه ربحوا الطرح، حبوا يربحوا الطرح، لعبوا. انا ما عنديش حتى دور في المقابله، الملاعبيه هم اللي ربحوا.